عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نقدم لكم ريسيت لي دوم بالرمان، حاجة بنينة برشا واهم شيء مضخمة برشا برشا. سبق لي وريتكم الريسيت تصاور وطلبتوا مني الوصفة سهلة برشا. تنجموا تخدموا الباز نتاعها بالبسكوي جوكونت، وان شاء الله في الوصفات القادمة نوريهولكم. المكرون سبق لي وريتهولكم مرتين، لكن للأسف للمرة الثانية يحذف الفيديو من اليوتيوب. السبب هو اختراق قاعدة من قواعد اليوتيوب. ان شاء الله نعاود نصوره لكم مرة اخرى، الا غالب دوماج على فيديو متاع المكرون. لي دوم كيف ما تشوفوا متكونة اساسا من 3 طبقات. ان شاء الله من خلال الفيديو تعرفوا عليهم طبقة طبقة. عملتها الباز متاعها بالجينواز وزينتها بالجلاساج ميروار بالرمان. ما نطولش عليكم، المرة هذه ما جيتش وحدي، جيت وجبت معايا شيف مضخم برشا، وجاب لكم حويجه اضخم واضخم. جاب لكم لي تروف بالشوكولا ومحشيين بالبفريوه، حاجه بالحق ان فري ديليس وحاجه مضخمه على الاخر. شاف هذا بالحق جمجمول وتربحوه، يعرف برشا حاجات في التونسي، في الزمني، في التقليدي، في كل شيء. جيت معاه شيف محمد ياسين في من لمتنا في كوجينتنا. امشي واعملوا له طله. شوفوا لي دوم تاعو، حاجه بالحق بنينه برشا ومضخمه. نتمنى انكم تجربوها وتزوروا قناته وتقولوا لنا رحنا من طرف سندس. ويلا ما نطولش عليكم، نمشيو للمقادير وطريقه التحضير وكيفاش عملت. لهنا ربحا للوقت، بما انه الفيديو باش يكون طويل برشا، خذيت حضرت البياس اللي يكونوا من الداخل. بالنسبه للبياسات هذوما الصغار اللي تشوفوا فيهم، هما عباره على كعبتين بيت سويس، معاهم مغرفة جيلاتين مذوبة في الماء، خلطتهم الكل مع بعضهم. بالطبيعة زدتها 3 مغارف سكر، وبعد تالي حطيتها في البياس هذيك نتاع السيليكون. كيف ما تشوفوا الجيلاتين كيف ما تشوفوا فيها كيكة، ذوبته وخلطته مع كعبتين بيت سويس وحطيتهم في الليمون سيليكون مع السكر. وكهو كعبتين بيت سويس عليهم 3 مغارف سكر، ولا 3 كعبات بيت سويس عليهم 3 مغارف سكر، وتذوبوا معهم مغرفة صغيرة جيلاتين تحلوه في الماء قبل، ومن بعد تالي تذوبوه في الميكرووند بوندون 10 سكوند شاك فوا، ومن بعد تالي تحطوهم في الليمون هذوكما وتحطوهم في المجمد، لازم يكونوا مجمدين غلاسي. ومن بعد نجيو للدوم اللي بالرمان اللي هما تشوفوا فيهم البريباراسيون نتاع هذيك. خذيت كعبات رمان كعبتين، رحيتهم، غليتهم الساعة في السكر، فنجان قهوة ماء مع السكر مع الرمان. السكر ديما حسب الذوق. حطيت 3 مغارف مع كعبتين متوسطين رمان، غليتهم ومن بعد رحيتهم وصفيتهم. حصلت على الجو هذاك زدتو مغرفة متاع جيلاتين ديجا مذوبة في فنجان صغير ماء، وحطيتهم قدامكم كيف نكاكة في الكاساتات، معنا في قالب سيليكون يكون اكبر من القالب متاع السيليكون الاولاني اللي حطينا فيه الليكيد متاع البيت سويس. لهنا الريسيت سهلة على الاخر. كيف ما قلت لكم تعملوا اللي دوم الاولانيين، ومن بعد مادام هي هذيك مازالت ما جمدتش متاع الرمان، ناخذوا اللي دوم الاولانيين الصغار متاع البيت سويس ونحطوهم ديليكاتمون في وسط القالب. كيف ما تشوفوا حاجة بسيطة برشا وسهلة. المرة الجاية نوريكم كل شيء على عينيكم بالتفصيل. المرة هذه على خاطر الفيديو باش يولي طويل برشا، فضلت اني نحكي لكم هكا بالتفصيل، وبعد تالي المره الجايه نوريكم كل حاجه وحدها. المره الجايه نعمل لكم فيديو خاص زاده على كيفاش تذوبوا الجيلاتين وكيفاش تستعملوه. الجيلاتين اللي استعملته هو جيلاتين حلال 100%. نوريكم بعد الساشي اللي استعملتها متاع جيلاتين. نكمل نحط الكويسات متاعي الكل مع بعضهم كيف ما تشوفوا، ونحطوهم في الكونجيلاتور. يلزم يكونوا متجمدين تماما، جامدين ثلج. حطوهم بالسياسه باش الكعيبات ما يغطسوش كيما غطسولي في الكعبه هذيك. وكهو هذوما المرحله الثانيه متاع لي دوم اللي هما لي بريباراسيون متاع الحشوه متاعها. نحطوهم الكل بالطبيعه باش يعملوا لكم اكثر من كعبه. لي بريباراسيون هذه الكل عملت لي 6 7 8 9 10 كعبات، 10 دومات. حاجات بنان بالحق، بنان وراهي التايم تاعهم مينيم، مهمش كبار برشا. القوالب الكل تلقاوهم في يا اما في الاسواق، في محلات بيع الخاصة معناها بمستلزمات الحلويات. الأغلبية ديما كيك. وخذوا السيليكون الحاجة مش مغشوشة، حاجة دوريجين. توا باش نعملوا الموس، باش ننتقلوا يعني العملان الموس متاعنا. الموس لهنا ديما نستغل يعني أرخص التكاليف. عملت 2 ساشيات كريم شانتيه
باش نركضهم مع نصف كوب الحليب، يعني نصف كوب لكل ساشي. كل ساشي متاع كريم شانتيه نركضوها في 120 مليلتر حليب، نركضوها لين تولي موس. تنجموا في غوض الكريم شانتيه بودر تستعملوا الكريم ليكيد فويتي، لكن الكريم ليكيد هذيك اغلى من الكريم شانتيه، دونك ما ننصحكم باش تعملوا ديما حاجه مرفقه باش الديسير كله ما يتكلفلكمش. لهنا بعد ما نركضوها الكل مع بعضها باش نحطوها على جنب. ديما احرصوا انه الحليب يكون بارد، بارد يعني من الثلاجه، ما يكونش حليب بحراره الغرفه والا يكون سخون، خاطر الكريم شانتيه ما تطلع لكم مش ما تطيح ما تطلعش يعني. لهنا ولات موس وهايله، نحطوها على جنب. نجيو لهنا خذيت 3 كعبات بيت سويس وكعبتين دانات، تفرغوهم في ريسيبيون واسع وتزيدوهم السكر حسب الذوق. لهنا السكر اضفت 3 مغارف سكر، ديما حسب الحلاوه اللي تحبوا عليها، اما ما تكثروش باش ما تجيكمش حلوه برشا، خاطر ديجا الكريم شانتيه حلوه. لو كان استعملتوا كريم ليكيد يعني كي تتركب هذيك ما كان تبدا حلوه ما تحطوش سكر، خاطر ديجا الدانيت والبيت سويس يبداو القوم تاعها محلو. استعملت مكونات بسيطه على الاخر باش نجموا تنفذوا الديسير هذه بكل سهوله في الدار بدون اي عراقيل. يعني نفرغوا لدانات متاعنا ونحطوهم في الريسيبيون ونزيدوهم 3 مغارف سكر. نجموا تستغنوا عليهم لكن ما ننصحكمش خاطر يزيدها بن على بن. نخلطوا دانات والبيت سويس مع بعضهم، بالحق مزيج راهو بنين، جربوا واحكموا وحدكم. اخترت انا دانات شوكولاته، تنجموا تعملوا دانات نوازيت، دانات كراميل، لكم حريه الاختيار. ولهنا باش نفسر لكم نفس الليتاب اللي عملتها في كل مرحله. خذيت مغرفه نتاع جيلاتين، تستعملوا اي مغرفه، اعملوا مغرفه صغيره. مغرفه نتاع المكاييل هذيك استعملتها ملعقه طاوله جيلاتين، واضفت عليها 3 مغارف ماء. نجموا من 3 ل4 مغارف، 5 مغارف مش مشكل، بالنسبه لي حطيت 3 يظهرلي ولا 4 مغارف ماء، وتحركوهم على البارد، ما يكون بارد، وتخليو حتى جيلاتين يشرب البودرة ذيك الكل، وتولي يعني معناها الجيلاتين الحبيبات تغزر. بعد ما خليتهم شويه شربت لي ولات كيف ما بالقوام هذاك. توا نحطهم في الميكرووند كل مرة 10 سكوند، ما تفوتوش 10 ثواني، خاطر الجيلاتين لو كان غليتوه ولا معناها غليتوه زيادة عن اللزوم راهو باش يفسدلكم ويفقد الخاصيات نتاعو في انه باش يجمدلكم في انه يشد يعني القوام نتاع الليموس نتاعكم. لهنا كل 10 سكوند ما نحطوش اكثر من 20 سكوند، يعني كل 10 سكوند وحدهم ونحركوا. كيف نشوفوا اللي سي ما عادش فيه حبوب والجيلاتين الكل ذاب في الماء ولا سائل يعني نفس القوام ما فيهوش حبوب، وقتها تنجموا تستعملوه وتصبوه في الليموس نتاعكم ولا نفس الإتاب اللي استعملتها في المرحلتين السابقتين اللي كيف ما قلت لكم عليهم. لهنا ذقت المزيج باش شفت الحلاوه نتاعو عجبتني بنين. نخلط الجيلاتين نتاعي لاخر مره وحده، كيف تشوفوا فيه فما بخار هذيك بفعل الميكرووند سخون ماشي راهو موش يغلي، وصلته جوست حطيته في الميكرووند بوندون 10 سكوند مره و10 سكوند مره اخرى. ولهنا بعد ما خلطت الجيلاتين والبيت سويس والسكر تلقاو الكل المكونات مكتوبين تحت في صندوق الوصف، نبداو ندخلو في الكريم شانتيه مع الخليط اللي عملناه اللولاني، نخلطوه ديليكاتمون. لهنا عملت اكسلراسيون في الفيديو باش ما يطول لكمش وما تقلقوش، نحكي برشا في الفيديو باش ما تفوت لكمش حتى تفصيل، وتنجموا تعملوه بكل سهوله وبكل بساطه. لهنا خلطت المزيج الكل مع بعضه ولا الكل هوموجين وليس وحاجه يعني تشهي. انت ديجا ملي تبدا تعمل فيه تو تبدا تتشهى فيه وتقول يا ربي متين يحضر خلينا نبدا ناكل منه. لهنا هذوما بعد ما جمدتهم تنجموا تحضروهم الليل باش ما تقلقوش يعني وتقولوا يا كيفاش وما نعرف شنو. هذا القالب السيليكون اللي باش نستعمله، اختاروا اي قالب تحبوا عليه اي شكل تحبوا عليه. استعملت لي دوم بالشكل هذاك، واستعملت زادة 2 كيسان باللار كتجربة يعني باش نعمل فيهم لي دوم، وفعلا جات تجربة ناجحة. تو مرة نوريكم بالتفصيل. هذوك ما يعني دي رونديل جينواز، سبق لي وريتكم ريسيت الجينواز تنخليكم اللين في صندوق الوصف، اعملوا لي طلة وتنخليكم اللين زادة متاع شيف محمد ياسين سيالة، وشوفوا زادة القناة متاعه خاطر بالحق قناة غنية على الاخر، وتو تتعلموا من عنده الزمني والعصري والتقليدي والانواع
المشخشخة واللي تحبوا عليها نتوما الكل. لهنا نحطوا الموس متاعنا في البوش ومن بعد نبوشيوهم في السيليكون ونحطوا ديريكت، ما نعبيوش الاسباس بكلها يعني بالموس، خليه شويه كيف ما تشوفوا، ونحطوا لي دومي سيركل اللي عملناهم متاع البيت سويس ومتاع الرمان. تنجموا تستبدلوا راهو الدانيت ولا حاجه بالكومبوت متاع الرمان. كومبوت الرمان كيف ما قلت لكم تحطوا الرمان والسكر على النار يغليوا ومن بعد ترحيوه وتعصروه، ويعني تعصروه تخليوه جوست تاخذوا جوست الجوز نتاعو، هذاك الكومبوت متاع الرمان. وتنجموا جوست تستعملوا زاده معجون الرمان لا بأس به. لهنا تضغطوا عليهم شويه وتحاولوا تستويوا السورفاس الكل مع بعضها. تنجموا وقتها تحطوا الجينواز، لكن ما حبيتش نحط الجينواز وقتها، حطيتها جينواز اخر حاجه، ما حبيتش ندخل الجينواز للمجمد رغبه مني على خاطر المول. ما نعرفش حسيته صغير ونحب نحط الجينواز من بعد باش الجينواز كي تخرجها من المجمد ما تشربش الماء وتجيني مبلوله. حضرت هذيك الليتاب الاولى، حطيتها كيف ما تشوفوا، صدقوني بنينه بنينه بنينه، ريحتها ديجا طيبه وريحتها فاوحه، يعني هو فاوحه برشا ديجا من اللي هي نيت كي ذوقوها. نحاول نستويها شويه شويه بسباتول، تستويها كيما تحبوا، بسباتول بمغرفه باللي تحبوا استويها. المهم نحيوا الكسي شوي شويه، نحيوه نقصوه وحطوها للمجمد ليله كامله. لازم 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 تقعد ليله كامله في الكونجيلاتور باش تشد روحها. لهنا استعملت قلت لكم طلعت لي 10 بياس قوالب مختلفه، عملت القوالب هذوما وعملت الاخرين. القوالب هذوما ما كنتش راضيه عليهم، ما عجبتنيش برشا خاطر يمرجوا في الجلاساج. كملت عملتهم وحطيتهم كيف ما تشوفوا ليله كامله في المجمد، ولاو قالب واحد ونجم نشدهم بيدي. بالطبيعه لهنا تو سبق لي وعملت قبل يعني الجلاساج ميروار بالرمان، تو مرة نهبركم فيديو خاص متاع الجلاساج ميروار بالرمان. سينو تنجموا تشريوا سطيل صغير متاع جلاساج ميروار يتكلف لكم حكاية 5600 ولا 5 ولا 6000، ماهوش غالي. باركونتر كيف تعملوا جلاساج ميروار في الدار باش يتكلف لكم غالي خاصة كي يبدا الوان. اما تنجموا تعملوا غاناش بالكريم ليكيد وشوكولا وتعملوا به الجلاساج متاعكم ويكون على باز شوكولا، حاجة بنينة على الاخر وفاوحة. لهنا نرتبوا كعبات ليدوم متاعنا. ويلزم ملاحظة أخرى مهمة برشا، الجلاساج تكون التمبيراتور متاعو 40 درجة وقت اللي تجيو تعملوا يعني تعملوهم بالجلاساج. مهم جدا ان تكون الجلاساج بدرجة حرارة متاع 40، تكون عندكم ترمومتر وتقيسوه الحرارة متاعو. يلزم كان باش تقيسوه بيديكم يلزم يكون دافي ما يكونش سخون، يعني ريت كي تمسوا كاس حليب سخون باش يبدا سخون باش سخون برشا باش يحرقكم. يلزمكم حليب يولي ملذذ، عرفتوا واحد يقول لك حليب ملذذ ولا ماء ملذذ هكاكا دمعة عين كيما نقولوا، فهمت؟ لو كان ما عندكمش ترمومتر او دمعة عين. على فكرة في المرحلة هذه كان اللي يخليني ما نقولكمش الفازة دي خير، نعملوهم الكعبات الكل بالجلاساج ميروار. صدقوني راهو اللي عطيتهولكم الكل صحيحة، مانيكمش ندبر عليكم دبارة في فاصة الترمومتر يا اخي، بطلت خير ما تولي لي قضية. وبعتيلي زينتك اللي تروا ذوكما اللي صاروا في الجلاساج ميروار، خاطريني ما ركضتوش الجلاساج ميروار، ما الركضة متاعي ما مشاتش. النقب ذوكما اللي ظهروا لي عبيتهم بالرمان، ما اهتميتش برشا بالكعباتك المدورين ذوكما على خاطر كنت باش نعطيهم للصغار، يعني ما همش باش يلوجوا الصغار على النظام يعني بالتدقيق هكا وبالتفصيل الممل. وصفة كيف ما قلت لكم سهلة على الاخر بالنسبة لي. باش نكمل الفيديو هذا وباش نمشي نجرب لي تروف متاع سي محمد ياسين سيالة، نمشيو عملوا طلة في قناته منظرهم يشهيوا على الاخر لي تروف اللي عملهم، او كهو عملكم تروف واني عملت لكم لي دوم وزينت فما كعبات زينتهم بالمكرون ويولي ديسير بنين وفاوح. هذا كان فيديو لليوم، ان شاء الله الفيديو يكون اعجابكم والوصفة تعجبكم وتجربوها، واهم شيء تعملوا لي سبسكرايب والا اشتراك والا سابوني للقناة، ومرحبا بالناس الكل. وتنجموا زادا تنضموا للجروب متاعنا الناس الكل اللي هو جروب لمتنا في كوجينتنا، وتعملوا جيم زادا للباج سويت سوندس، وتعملوا لي طلة زادا في الانستغرام. مرحبا بكم والى اللقاء ان شاء الله في وصفات اخرى وفيديوهات اخرى. بسلامة.
عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نقدم لكم ريسيت لي دوم بالرمان، حاجة بنينة برشا واهم شيء مضخمة برشا برشا. سبق لي وريتكم الريسيت